بالتالي أسامة هو أعلى ليفل توكسيسيتي أي حد ممكن يقابله في الحياة، يعني خد التوكسيسيتي من حتة ووداها حتة تانية خالص، وللأسف دي شخصية موجودة. ابنك مش هتشوفيه تاني يا زينب. هو أنت فاكر أنا هخاف منك؟ لا، الكلام ده كان زمان. قول لي ابني فين يا أسامة وأنا همشي. وجهة نظري 3 ريد فلاجز في شخصية أسامة، إن هو بيكره أهلها وأصحابها، إن هو بيديها الحاجات بس بشروط، وإن هو دايما بيلومها هي على الغلط اللي هو بيعمله. في مسجز كتيرة بتجيلي بتضحكني قوي، اللي هو توكسيك بس مزة مش مشكلة، اللي هو طب ما هو لسه مديها 2 مليون جنيه، ما تقعد في بيتهم في إيه؟ في حاجات كتيرة كده هتلاقي الناس بتبرر لأسامة اللي هو بيعمله. هبقى غالبا عايز ابقى الثيرابيست بتاع اسامه. انا بحب الشخصيات دي، بحس ان اقعد وافهم واشوف وليه واحاول واجرب، يعني حتى لو ده اخذ مني طاقه ومجهود بحب اعمل كده. فغالبا هنصحه يدور على السبب، وهنصحه يشوف الحاجات الحلوه في حياته وما يركزش في الحاجات الوحشه. هقول له حاول تشوف النعمه اللي انت فيها، وحاول تشكر ربنا على اللي انت فيه، واعرف ان انت اللي غلط مش هي.